بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحة واحسن حال يا رب. دعوة لمرضانا يا جماعة ودعوة لأمواتنا. ويلا بقى النهارده معاكي ايه يا تيتا؟ النهارده كده جايبين لحمة هنسلقها. حطيتي ايه؟ حطيت اللحمة وحطيت حبة بهارات مشكلة، وحطينا البصلة، وحطيت وحطيت طماطم. وهنحط ايه تاني بقى؟ هنحط ورق لوري، واحدتين كده ورق لوري وايه. ويلا بقى على الفيديو الجميل النهارده. هنشوف ايه؟ هنشوف هنعمل ايه النهارده. معاكي ايه يا تيتا هتعمليه؟ هنعمل باميه وهنعمل ملوخيه وهنعمل اكل جميل النهارده. خليكم معايا. ده ايه؟ هنا حطينا معلقه زبده، وهنشوح ايه كده، ندي اللحمه دي فيها تقليبه كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. الله على ريحه الزبده الفلاحي. هي النوجان الزبده اللي انا جبتها طبعا مش زي اللي انا بجيبها كل مره، بس يعني ريحتها طالعه حلوه، يعني مش وحشه قوي، يعني كويسه، بس مش زي اللي انا بجيبها كل مره يعني. نسوي بقى كده بقى. يا حبيبي نحط عليهم قرنين الفلفل دول. الفلفل ده يا جماعه المصري ده خني، انا بحسبه بارد بس لقيته حامي. هو فلفل مصري بس مش عارفه لقيته حامي ليه بصراحه. نقلب بقى في ايه كده، نقلب في كده اللحمه، ونروح حاطين بقى فيها ايه، ونروح حاطين فيها البصل. انا هعمل هنا ايه؟ هتعملي هنا ايه يا تيتا؟ انا هنا هعمل باميه، بس هعمل بقى طبق باميه 10/10 ومش حامي، يعني هو بصلصه بس هتشوفوا دلوقتي انا هعمله ازاي. يعني مش هتبقى بصلصه كده حامي، لا، هتشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. البصله دي مش هتحمر، والطماطم مش هتكون كتير. دلوقتي هتشوفوا هنعملها ازاي ان شاء الله. بس ايه، البصله دي تفضل كده ونشوفوا هنعمل ايه تاني ان شاء الله. انتي فين يا تيتا؟ مش بوتاجازك ده، البوتاجاز ده بتاع امي، انا مش في بيتنا. يلا ايه هنحط ايه هنا؟ هنحط كده حبه بهارات مشكله ونقلب. دي بقى يا جماعه بصوا البصله اهي. البصله اهي لو ما كانتش واضحه انا بوريها لكم اهي كده. بقى هنحط عليها الطماطم كده، هنسمي ونصلي على الرسول ونحط ايه عليها الطماطم. ومش هحط لها طماطم ياما، يعني مش هحط طماطم كتير انا، بس كده اقلبها. بس نسيبها بقى كده ايه لما تتسبك. نشوف احنا هنعمل ايه تاني ان شاء الله. نغطيها ونسيبها ايه تتسبك، ونشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. انا قلت لكم بقى بصوا، انا مش عايزاها الحمار الداكن ده عشان المعده، بصوا، بس عشان معدتنا يا جماعه واحنا صايمين. فانا ايه، ما حمرتش البصله قوي، وكمان ما كترتش الطماطم، زي ما انتوا شايفينها كده، زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا اهي، انا مش محمره البصله ومش مكتره الطماطم عشان ايه تبقى حنينه كده يعني على المعده ان شاء الله. كده ايه هنسيبها اما تغلي ونشوفها ايه عايزه شوربه تاني ولا ايه. هنا بصوا جمال الباميه بقى. بصوا الباميه وبصوا الصلصه بتاعتها، ولا هي حمرا قوي ولا هي محروقه كده، الصلصه بتاعتها جميله. الشوربه للملوخيه نحط فيها كده ايه، يعني انا كنت مخليه يعني قيمه معلقتين 2 كده طماطم. هنسيبها بقى اما تغلي وايه، وهنحط فيها ان شاء الله الملوخيه، بس نحط لها بقى ايه حته تحديقه كده برضو الاول. نحط الملوخيه حته تحديقه صغيره كده ونقلبها.
وتاخد غلوتين كده، ونحط فيها ايه، ونحط فيها الملوخيه. البخار مداري كل حاجه. نحط لها حته تحديقه كده تومه دي بقى، ولا هقليها ولا حاجه، هنحطها برضو ايه نيه كده، عشان كله يبقى ايه، يبقى حنين كده على المعده يا جماعه واحنا صايمين. الله على الروايح، الله على الروايح. باميه الطبق استوت، هنطفي عليها. هنا ايه، هنحط الملوخيه من الكيس كده على الحله على طول. بصوا جمال الملوخيه بقى. الملوخيه دي يا جماعه انا كنت مفرزاها، بصوا خضره وعامله ازاي، ولا قولت بقى ضرب في الكبه ولا الكلام ده، دي انا كنت مخرطاها على ايدي. بصوا خضرها جميله، اظن البخار مداري خالص. يلا بقى ايه نقللها. بصوا يا جماعه خضرها. نقلب الملوخيه، بسم الله الرحمن الرحيم. يجعل حلاوه العسل فيها ان شاء الله. ملوخيه خضره بقى على كيفي. حبه الكزبره وتسمي وتصلي على الرسول وتقلبي. يلا نشيلها وعلى الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وشك يا معلم، وشك يا معلم، ما شاء الله ما شاء الله. حبه ملوخيه بقى 10/10. حطيت معلقه زبده كبيره، يعني معلقه كبيره، وحطيت فيها الرز حمرناه، ونحط عليها بقى ده ونقلب. طشطشة البقوق والكمانجة والربابة، وحبة الملح بس كده، ونقلب. بس نغطي عليه بقى ونسيبه اما يستوي كده. عملنا البامية وعملنا الملوخية وعملنا الرز. نعمل بقى ايه طبق سلطة حلو كده ونحط الاكل على طول. الرز خلص. بصوا الرز استوى، بصوا جماله بقى، بصوا مفلفل ازاي، مفلفل وجميل. يلا بقى ايه نعمل طبق سلطة يكون المغري جدا، ونروح حاطين الاكل على طول. سفرة بسيطة، سفرة جميلة. بصوا البامية يا جماعة، البامية بقى دي بصوا يعني ولا حامية ولا اي حاجة، بصلصة بس بصوا البصلة عاملة ازاي. البامية جميلة وحلوة، وهتبقى يعني خفيفة على المعدة. وصحة وألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل. صحة وألف هنا عليه. والسلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.